قدم وجود منزل بقدم معرفتنا للزراعة. المساكن وجدت لتلبية 3 احتياجات أساسيين: shelter, protection, controlling our environment. الاحتياجات دي وجدت بسبب 3 مشاكل: إن أنت عايز تحتمي من المفترسين، وإن أنت عايز مكان تخزن فيه الموارد الغذائية بتاعتك، وإن أنت عايز مكان يحميك من البيئة الطبيعية اللي حواليك سواء برد جدا أو حر جدا. وطبعا ده الهدف البدائي جدا من وجود مسكن. وفي كل منطقة في العالم بيختلف التصميم بتاع المنازل بتاعتنا، وده طبعا لأن كل منطقة بتتعامل مع مناخ مختلف ومع مشكلات طبيعية مختلفة، وده بعيدا طبعا عن المعلبات اللي بتتوجد في أي منطقة في العالم وبتشتغل عادي. خلينا نصغر حجم المشكلات خالص ونبدأ نتكلم عن بداية تنفيذ أي مشاريع من المشاريع دي، وهي الإشراف. خلي دايما في بالك إن الفئة العاملة في الموقع هم الإيدين العاملة للمهندس في الموقع، وده حرفيا. وطبعا لك أن تتخيل لو التواصل بينك ما بين إيدك ما كانش كويس، المشروع ممكن يكون شكله عامل إزاي. هو كده كده المشروع هيتم، وكده كده هيتم بشكل صح، بس أنت هتبدأ تستهلك في تفكير في حاجات واهتمام بحاجات صغيرة جدا ما كانش فيه داعي منها. انت لازم تحرص على ان تفكيرك ومجهودك يبقوا موجودين في المكان السليم، المكان اللي هيأثر بشكل سليم في المشروع. وده طبعا لان نظرة المهندس في المكان لأي جزء بتختلف. فكمثال المحارة مثلا، انا مش ببص لكل حيطة ان هم 4 حوائط كلهم شبه بعض، لا طبعا الحيطة دي سد، فمسطح المحارة عندي بقى كبير شوية، فانا لازم اعرف التمدد والانكماش هيحصل معايا ازاي. الحيطة التانية فيها لحام كاميرا مع عمود مع الحيطة، هعالجه ازاي. المنطقة التانية فيها شباك مع الباب مع الحيطة. الكلام ده كله انت كل حيطة بتبص لها بشكل مختلف، كل جزء بيتطلب عناية منك علشان ابدا اعالج على اساسه الواجهة بشكل معين يناسب ويناسب الميزانية اللي موضوعة للمشروع. وهكذا في كل اجزاء المشروع، بداية من ان انت بتتعامل مع العميل من اول مرة بتقعد معاه، انتهاء بتسليم المشروع بالكامل.